المشكله اللي بيقع فيها اغلب شركات التسويق او اقسام التسويق اللي موجوده داخل بيزنس معين، وكذلك صاحب البيزنس ده، ان كل الستيك هولدرز اللي اشتركوا في الخطه دي بيبقى عندهم حماسه كبيره جدا وافكار واضحه جدا وكلير جدا والاوبجكتيفز واضحه جدا، لكن اللي بيحصل والغلطه الحقيقيه هي بتحصل في التنفيذ. انا دلوقتي جيت انفذ الاستراتيجي اللي انا حطيتها، بيبقى اول شهر انا متحمس جدا وعندي كي بي ايز واضحه عاوز اوصل لها، تاني شهر الحماسه بتقل، تالت شهر الحماسه بتقل، لان انا من الاول كنت المفروض اصلا اقسم الاستراتيجي بتاعتي دي لسبرنتات او آلية التنفيذ للافكار اللي فيها. كلمه استراتيجي دي مش بالضروره انها تكون لفتره زمنيه معينه، استراتيجي دي ممكن تمشي معايا سنين، ممكن تمشي معايا شهور، وبتتحدث مع الوقت. فالفكره كلها ان انا عاوز اوبجكتيفز معينه او كي بي ايز معينه عاوز احققها من الاستراتيجي دي. فلو انا قسمت الاستراتيجي بتاعتي على سبرنتات، جوه كل سبرنت انا بحقق التارجت اللي انا عاوزه او بوصل الانديكيتور اللي انا عاوزه، ساعتها انا هستفاد جدا. لكن اللي بيحصل ان احنا في البدايه بنكون متحمسين جدا كلنا، سواء قسم تسويق سواء صاحب شركه، وبنبتدي اول شهر بتنفيذ جميل ولذيذ ومناسب جدا للاستراتيجي، وبعد كده بنركب الزحليقه وننزل تحت. وناس كتير جدا بتقع في المشكله دي. فاللي المفروض ان انا اعمله ان انا بقسم الاستراتيجي بتاعتي لسبرنتات، اخر كل سبرنت فيه كي بي ايز واضحه اللي لازم احاسب عليها، وبيبقى عندي عناصر المنظومه كلهم على قلب رجل واحد في الاستراتيجي دي. حتى لو انا هيبقى في عندي ادابتيشن بعدين وفي تغيرات بتحصل، وارد جدا بيحصل تغيرات في الدوله، بيحصل تغيرات في الطقس، بيحصل تغيرات في البروجكت بتاعي نفسه، في افكار منتجات دخلت زياده، ولكن انا بيكون عندي استراتيجي واضحه بعرف اتكيف مع التغييرات ديت، بحيث ان انا ما اخلش بالاستراتيجيه اللي احنا مشينا عليها، ممكن اطور فيها او احسن فيها. فاللي بيخرب عمليه التحسين دي اصلا وبيخرب عمليه التطوير دي حاجه كمان، ان انا لما بيخش لي عناصر جديده جوه المنظومه الدنيا بتبوظ عني. ليه؟ لان الراجل دوت اصلا ما كانش معايا وانا بحط الاستراتيجي، الراجل دوت كان موجود في مكان ما، جه هو قرا الاستراتيجي جات له بتصورات معينه، لكن لازم يتشرح له التصورات اصلا كانت محطوطه ازاي، الافكار دي اصلا محطوطه ازاي، السبرنتات اللي احنا قدرنا نحقق الاهداف بتاعتها، وليه الاهداف دي اصلا اتحطت من البدايه وعاوزين نوصل لايه، ولازم يبقى فاهم كده. انا مثلا لما بيجي لي موظف جديد في الشركه عندي بحكي له الهيستوري بتاع الشركه كلها علشان يبقى فاهم الكالتشر بتاعتي ماشيه ازاي، ويبقى فاهم الجولز اللي انا عاوز اوصل لها. فرجاء وانت بتحط استراتيجي لنفسك او بعد ما حطيت الاستراتيجي لنفسك او للعميل بتاعك، رجاء خلي ليفل الحماسه دايما مستمر من البدايه. حاول تقسم، انا في الكوارتر الاولاني عاوز اوصل لكذا، وليكن مثلا ممكن يكون عندي اول سبرنت شهر، انا مثلا عندي افتتاح فعملت السبرنت الاولاني شهر كامل، وبعدين في اخر انا والله كنت عاوز اعمل اويرنس عن البيزنس بتاعي وعاوز اوصل لاهداف معينه، فبعد الشهر ده ببتدي اشوف هل البلان بتاعت الافتتاح اتعملت مظبوط ولا لا. بعد كده ممكن اعمل كل كوارتر بلان، وجوه كل كوارتر السبرنت بتاع الكوارتر دوت اللي انا عاوز اوصل له الحاجه اقسمهم لثلاثه فيزز معينين، كل فيز تاخد شهر، علشان في الاخر لما اجي اعرف احاسب نفسي او اعرف اشوف انا وصلت للي انا عاوز اوصل له ولا لا، يبقى الدنيا واضحه وكلير بالنسبه لي. انا عبد الرحمن عادل، لو حابب فيديوهاتي تابعني على كل منصات السوشيال ميديا.